بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة فاطمة العبوس، المراقبة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. كمنظمة سجلنا عدة معاناة ديال الساكنة ديال دور الصفيح اللي كنشوفوا الهدم ديال البراريك ديالهم، وللأسف الشديد كنشوفوهم كارين في الكراجات. واش هاد السيد ولا هاد السيدة اللي ساكنة في براكة وغادي تقدر تمشي تكري ب2000 و 3000 درهم؟ واش هادشي كيستوعبوا العقل البشري؟ لا يمكن. كيفاش حنا هاد الناس اللي اليوم هدمنا ليهم البراريك ديالهم وخليناهم منهم المجازات يعيشوا في المجازات، ودوك الوليدات اللي تيقراو، وسيدنا رمضان اللي على الطريق ريبتي ليه البراكه ديالو، عطيه الشقه ديالو. هذه هي الضمانات الحقيقيه اللي كنعرفوا، ماشي هاد الناس ديال البرادعه. علاش اعترضوا؟ لان شافوا بلي ان كاين دوار لاله ركراكه وكاين دوار صحراويه اللي هادي سنتين وهما كيعيشوا التشرد التام وهما كارين في الكراجات. واش 3000 درهم و2000 درهم واش غادي يقدر عليها واحد عايش مسكين في دور الصفيح؟ واش هادشي يعقل؟ وكاين كذلك دوار عقبه بجماعه مرس الخير بالتماره، لو كان عطيتو لهاد الدواوير لهادي سنتين وهما تيعانيو كره دوار البرادعه كذلك وميتل غيستقبلوكم بالمروض، حيت غيعرفوا راسهم انهم تا هما غيستافدوا على مده شهر ماشي سنتين و3 سنين والناس باقي كتعاني. اليوم احنا كمنظمه وضعنا الشكايه ديالنا عند السيد عامل عماله مدينه المحمديه، وضعنا الشكايه ديالنا نهار 26/1/2026. الموضوع ديالها شكايه ضد شركه العمران والاسكان بخصوص التماطل في تسليم الشقق والبقع الارضيه للمستفيدين الذين شملتهم عمليه الهدم في عدد من دواوير الصفيح. عدد ديال دواوير الصفيح الى يومنا هذا سنتين ما استفدوش، لا دوار الكراكه لا دوار الصحراويه، وغنزيدو عاود دوار البرادعه. وكمنظمه مغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد كنتعجبوا بزاف لهذا الاختيار ديال الزمان. البرد والشتاء والدراري الصغار كيقراو وسيدنا رمضان في الطريق، بغيت غير نفهموا كمنظمه هاد الناس الضعفاء كيفاش غيديروا في هاد الحاله. واش حنا كمسلمين واش حسينا بهاد الوضعيه ديال هاد الناس؟ واش نقدروا نعيشوا هاد المأساة وهاد المعاناة ديال هاد الساكنه ديال هاد الدواوير ديال دور الصفيح؟ والوقت زيد على هاد الشيء ان الوقت غير مناسب في هاد الظرفيه لهدم البراريك. كيف ما هضرنا على الهدم اللي جا في غير الوقت اللائق ديالو، الهدم ديال البراريك اللي الناس غادي تشردوا في هاد البرد وهاد الشتاء، غادي ندوزو الحي المحيط بمدينه الرباط اللي المنظمه متابعه عن كتب وبعلم بكل ما يجري بحي المحيط. هنا اصحاب العمارات الجديده اللي ما عندهم لا نزع الملكيه لا حتى شي حاجه، ناس اقتنوا الشقق ديالهم ما ملك حتى واحد. ولكن هنا كنتوصلوا من الساكنه ديال حي المحيط ان السلطه المحليه ديال مدينه الرباط بحي المحيط كتقوم بتخريب الواجهات عند اقتنائها لشقه او شقتين. هنا كنرجعوا ان لا يحق لاي شخص ولا جهه رسميه انها تمس بالواجهات ديال العمارات، لانها تعتبر ملكيه مشتركه، وممنوع منعا كليا المساس بالواجهات لانها تعرض حياه الانسان بالخطر. وهنا هادشي اللي كتقوم به السلطات المحليه بمدينه الرباط بحي المحيط هذا نعتبره استفزاز في حق ساكنه حي المحيط، ولنا عوده في الموضوع. اما بخصوص ارتفاع الاسعار، الامانه العامه تدق ناقوس الخطر وكل تضامن مع المواطن الضعيف. المنظمه كنوعدوا ساكنه دور الصفيح على الصعيد الوطني اننا غنديروا تقرير مفصل للديوان الملكي والسده العاليه بالله صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله واطال عمره، شعارنا الخالد والابدي الله الوطن الملك. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.